بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل المحاضرة التانية في الأطفال. بنتكلم على البكتيريا التونسيلايتس. أولا البكتيريا التونسيلايتس بتقول لك هي لو بكتيريال، وهنا حاجة مهمة، لو بكتيريال غالبا هتلاقي الواد توكسيك شوية، الواد سخن والحرارة بتاعته بتبقى عالية قوي، مش بيلعب رافض الأكل. لو غير كبيرة يقول لك زورك بيوجعني، ودي ساعات لو الطفل كبير انت بتشوف اللوز بتلاقيه كونجست، بتقول للولد يقول لك انا مش عارف ابلع، في حاجه في زوري وجعاني. مشهورة من سن 3 شهور ل14 سنة. تمام. فانت اول حاجة هتشوفها، شوف ظهوره بخفض اللسان، بص على التونسلز. لو بكتيريا غالبا هتلاقي ايه؟ بص، وصورة البص مشهورة قوي. تمام. هتلاقي ايه؟ حاجات بيضة كده على التونسلز. الحرارة هتلاقيها دايما اكتر من 38. هتسأل هنا بقى احنا يعني ايه، عشان التونسلايتس بالذات فيها فيرال وفيها بكتيريال، وكان في كرايتيريا كده، كان بيقول لك ايه، لو الطفل بيكح فدي اقرب لبكتيريال، سوري، اقرب لفيرال. لو الطفل عنده دور برد وفي رشح من مناخيره وبتاع، غالبا هي فيرال. ماشي. لو انت مش شايف بص بعينك، بص في ريدنس وبتاع، غالبا ايه؟ فيرال. فليها كرايتيريا كده. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على البكتيريال تونسلايتس، بنتكلم على البكتيريا التونسلايتس. تمام. لو الام بتقول لك طبعا، لو تسالها فيها دور برد، في كحه، في مش عارف ايه، تقول لك لا مفيش. هتفحص الليمف نودز، هتلاقيها ايه؟ سوالوين. فلو لقيت حاجات من الثلاث حاجات اللي احنا بنحكي عليهم دول، شفت بص بعينك الحراره اعلى بكتير من 32، والطفل همدان تعبان، والليمف نود سوالوين، غالبا انت في تونسلايتس، واعتبرها بكتيريا. طبعا في العلاج هتدي مضاد حيوي، او طبعا اهم حاجه هي الايه، الاموكسيلين كافيوليك اسيد. فهتدي بقى هيبيوتيك او اوجمانتين. لو 457 يبقى 4 من 10 في الوزن مرتين في اليوم. لو 312 هتدي 4 من 10 من الوزن بس 3 مرات في اليوم. لو هتدي 600 في تلت الوزن مرتين في اليوم. اللي ممكن تدي ازيثروميسين ربع الوزن لمدة 5 أيام. قالك وشغل السوق، لو في صديد وفي ريفيوزل اوف فيدنج وطفل توكسيك، ده شغل السوق بقى، ان احنا ممكن نبدأ بايه، حقن مضاد حيوي لمدة يومين، ونكمل ايه ونكمل اورال. ازاي لو الطفل بقى ايه، تعبان همدان قوي، ممكن تدي عيله من عيله اليونيكتام. اليونيكتام او اليوناسين 150 مللي جرام لكل كيلو في اليوم، وتقسم الجرعه على 2. في ناس بتستخدم السيفتراكزون، شفتها الصراحه، شفت في ناس بتستخدم يوم يومين كده سيفتراكزون. المهم يعني في يونيكتام شرب، بنكمل بعد كده. ما انت طالما بدأت حقن بيونيكتام، هتكمل بعد كده ال5 أيام التانيين بيونيكتام شرب. فاليونيكتام شرب اللي هو 250 تلت الوزن ايه، 3 مرات في اليوم. او اي دواء من عيلة الاموكسيلين كلافينينكس لو مش متاح اليونيكتام يعني. ماشي. نيجي لخفض الحرارة. طبعا احنا هنا هتدي بروفين 100 او سيتال بالتبادل، او كنت في الوزن على 4. كل دي حاجات لو الحرارة عالية قوي ممكن ندي دول في اللبوس 12.5 بعد سنة. بعد يعني سنتين، او ممكن تدي دولفين ايه، دولفين لو اعلى من الواد اكبر من 16 كيلو، يعني تدي دولفين 25. نيجي للساينوسايتس. الساينوسايتس بقى ايه، ده اصعب مرض في التشخيص الصراحة. يعني من اهم الحاجات في الاطفال، انت بتلاقي ايه، الواد فيفر في انون اوريجين. انت بيجيلك عيل في رشح من مناخيرك، في كحة، في اي حرقان في البول، في وجع في بطنك، في اسهال، في امساك، انت مش لاقي اي حاجه، ولاد حرارته عاليه قوي ومفيش اي حاجه. فانت غالبا في الحاله دي ممكن تفكر يا UTI يا ساينوسايتس، يا طبعا اوتيتس ميديا يعني. ولكن الساينوسايتس بيقول لك هنا انت المفروض تبص على صور العيل ده، بتلاقي ايه، زي ديسشارج كده نازل من مناخيره من ورا، بتشوفه بيبقى ميوكوبرنت ديسشارج. تمام. تاني حاجه بتلاقي كفه بيزيد اكتر بالليل والصبح يعني. ليه؟ انت بتلاقي عيل عنده كحة شديدة جدا اكتر من اسبوعين، وفي السبب واضح. لو لقيت كحة في عيل اكتر من اسبوعين، فكر في حاجتين: يا اما بتاع ده ريجيرج، بتاع ده جس يعني ايه، بتاع ده اسمه ايه، جاسترو اسوفيجيال ريفلكس ديزيز اللي هي الجرد يعني، او بتفكر في ايه، ساينوسايتس، خصوصا لو في حرارة عالية. ماشي. قالك الاتاك بتزيد ايه، بتزيد بالليل، وبتبقى ايه، اتاكس. لازم تعتبرها في الحالة دي ايه، ساينوسايتس. انت بتلاقي فيفر ولو جريد، بس ايه، ممكن تبقى هاي جريد في الاكيوت ساينوسايتس. اللي يعني اللي يفرق معاك قوي، لو لقيت الافرازات من الانف دي لونها اخضر او اصفر،
بيبقى غالبا ايه بكتيريال انفكشن، ساعتها تدي مضاد حيوي. فانت في الحاله دي الساينوسايتس الصراحه صعبه في التشخيص، ولكن دي الحاجات اللي ممكن تخليك تشك فيها ان انت طفل بيكح برونج الكف بقاله كتير، اسبوع اسبوعين، خصوصا بالليل او الصبح، اول ما اصحى من النوم يعني في ميوكوبرو انتشار شفته ورا الانف او شفته بيخرج من الانف، في فيفر وانت مش لاقي سبب. دي اللي احنا بنحكي فيها. طبعا لو طفل كبير هيقول لك والله عنده صداع، واماكن السنساتس طبعا معروفه، ولكن في الاطفال في يعني لو انت بتتكلم في اطفال شويه، ففي بعض الساينسز مش يعني ايه ما بتكونش ويل ديفلوبد قوي. اعرفهم برضو، ابحث كده عن الساينسز كده بالظبط يعني. فلو طفل كبير شويه بيشتكي غالبا هيقول لك ايه راسي وجعاني وبتاع. بقول لك اهو ملحوظه مهمه، اوعى تعدي شكوى الصداع بالسهل، لان صعب العيل الصغير يشتكي من صداع. ماشي، فلازم استبعد عن حاجات خطيره جدا، في غير لازم استبعد عن حاجات خطيره غير طبعا حاجات الرمد والانف واذن، زي ايه مينينجايتس وانيوريزم وبرين اديما وسبيس اوكوباينج ريجن. دي حاجات مهمه جدا، ودي معلومه انا لسه ايه عارفها قدامكم. لو طفل بيشتكي من صداع والفترة طويلة لازم تستبعد غير حاجات الأنف والأذن والرمد، ممكن يكون الطفل عنده مشاكل في عينه ولا حاجة. فطبعا تبعته لدكتور أنف وأذن، تبعته لدكتور رمد يطمن إن نظره كويس، قاع العين كويس، مفيش أي مشكلة. طبعا تفحصه كويس تطمن إن مفيش ساينس أوف مننجايتس أو مننجيزم. تاني حاجة البرين إديما والأنيوريزم دول ما اعتقدش يعني بس دي في الحالات الخطيره، انت خلاص مش لاقي حاجه، بعته انف واذن، بعته رمد، مفيش حراره، مفيش ساينس كويسه، مفيش اي مشكله. وطبعا اكيد البرين اديما دي اكيد في ساينس تانية يعني. وسبيس اوكوباين انجليزي غالبا هتبعته لحد مخ واعصاب في الاخر يعني. المهم خلينا في الساينسز. اولا لو العيل جايلك ساينس انت هتدي ايه؟ هتدي زي الكبار والله، دي نزل دي كونجستنت عشان تفتح الايه الاوبننج بتاعت الساينسز، بتدي ايه نزل دي كونجستنت. اي حاجه من عيله النزل دي كونجستنت اوتريفين بقى، بيدياتريك، فيزيومير، اي حاجه من الحاجات دي. تاني حاجه هندي سيستميك انتي هيستامينيك، بس تطمن او تتاكد ان الطفل ده ايه ان الطفل ده طبعا ايه لو هتدي كونجستال ولا حاجه تطمن ان الطفل ما عندوش برونكايتس، وان الطفل ايه مش برونكيال ازمه. ماشي، فانت تدي سيستميك عشان خاطر الايه الايه تقلل الاديمه بتاعت الاوبننج بتاعت القنوات. ماشي. تالت حاجه هندي انرجيزك انتي انفلاماتوري، حاجات اللي هي النونسترويدال زي البروفين واخواته. وتشوف العيان بعد 48 ساعه استريح يكمل العلاج عادي، درجه حرارته زادت او لقيت سكيشنز من الانف بقى لونه اخضر او اصفر، كده كده هتدي انتي بيوتيك يعني. طبعا هتدي انتي بيوتيك سواء كان عيله الاموكسيلين كلافيرونيك او ازيثرومايسين. نيجي للاوتيتس ميديا، ويتميز بس الاوتيتس ميديا ان انا بلاقي حاجه، اهم حاجه في الاوتيتس ميديا ان انا هدي انتي بيوتيك على جرعه 90، دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت في الاوتيتس ميديا الطفل ده كان عنده بروسيس بايه ابر ريسبيرتوري انفكشن، بعد كده جاي بيشتكي من ودنه. ممكن تلاقيها في الاطفال الصغيرين لو الام بترضع الطفل وهو نايم. تمام. يبقى دي مشهوره جدا في المرحله الاولى للطفل. الاوستيكان تيوب بتبقى ستريت وسمول ونارو، بيحصل لها اوبستراكشن بسهوله، خصوصا ان ايه او بيحصل كونجيشن وتجمع للسكريشنز في الميدل اير، يبدا يحصل عليها ايه سكندري بكتيريا انفكشن، يبدا يحصل اكيوت اوتيتس ميديا. الاكيوت اللي هو بيسموه السبيورتيف. في النوع الثاني بقى اللي هو الايه الكرونيك او السكريتوري. المهم خلينا في الاكيوت. الاكيوت الطفل هيدن فيفر، ده من ضمن الحاجات اللي احنا لسه بنقول عليها، في الفيفر اوف انون اوريجين. انت بتلاقي العيل عنده حراره عاليه قوي، ممكن تعمل له فبرايل كونفالجنس وانت مش لاقي اي حاجه. ماشي، يبقى هما ثلاث اسباب انت تدور عليها في ساينوسايتس، اوتيتس ميديا، ويو تي اي. ماشي. الفحص طبعا لما تحط الاوتوسكوب هتلاقي درام ايه بالجين كونجستد، ممكن تلاقي برفوريتد لو حصل برفوريشن يعني. ماشي على حسب حاله الطفل هتبقى. في الحاله دي برضه انا محتاج ادي ايه حاجه نزل دي كونجستنت، محتاج ادي برضه حاجه سيستميك دي كونجستنت هنا زي الايه زي الكونجستال، محتاج ادي حاجه انالجيزك انتي انفلاماتوري زي البروفين واخواته. طبعا انتي بايوتيك هنا وهدي، طبعا الدكتور هنا بيقول لك ادي الحاجات دي واستنى 48 ساعه في افرازات خرجت هتدي انتي بايوتيك. الصراحه احنا بنبدا بايه انتي بايوتيك، وبدي هنا الاموكسيلين كلافيونيك على جرعه 90 مللي جرام. 90 مللي جرام. تمام. لو الحاله حسيت هكمل الموضوع ده حاول لمده 10 ايام. في ناس بتبدا بايه بقول لك لو الحاله شديده وما اتحسنتش ببدا بسيفتراكزون، سواء كان حلول السيفتراكزون في 250 في 500 في 1 جرام، او ماشي. الجرعه هنا برضو هديها لمده 3 ايام متتاليه، وبعد كده هكمل بيه المهم يعني كون السيفتراكزون كان 50 ل 100 مللي جرام لكل كيلو، فانا بدي جرعه واحده في اليوم لمده 3 ايام. بزود في الحالات دي ان انا بدي ايه مضاد حيوي بس ايه
بتاع ده بدي مضاد حيوي بيكون في يعني في لوكال في الاير نفسها، زي ما بدي السيبرو اير دروبس 3 نقط كل 8 ساعات، او اوتيل نقطتين كل 12 ساعه. ماشي. قالك بقى لو طلع بص في الافضل طبعا ان انت تيجي كالتشرال سنسيتيفيتي. طبعا الام هتقول لك انت بالطبله اتخرمت، تقول له والله فزعت الطفل عشان تخرج السرير اللي عنده، وده افضل، وكده كده هيحصل لها هيلينج، بتصبر 3 شهور وان شاء الله بيحصل لها ايه سبونتينيوس هيلينج. طب كورونيك اوتايتس ميديا ده كده الايه دي كده كانت الايه الاوتايتس ميديا. تمام. طبعا بعد 3 ايام دول ممكن نكمل برضو ال10 ايام ايه نكمل 10 ايام بانتيبيوتيك تاني. ماشي. المهم الكرونيك ده 10 سنة فيها الادينويد، وكمان الاكيوتايتس ميديا ممكن تقلب بايه بكرونيك اوتايتس ميديا. كل اللي نقدر نشوفه ريتراكتد درام، الكون بتاع اللايت ده مبقاش موجود، ريتراكتد درام. ماشي. الكون اوف لايت مش موجود. طبعا السكيشنز مقدرش نشوفها الا عن طريق الايه تمبانوجرام. تلاقي فيوجن طبعا مش هنعرف نشوفها يعني، هتبعت للدكتور انف واذن. تلاقي فيوجن بيهايند الاير درام، والواد سمعه تقيل. ماشي. العلاج برضه الناس سترويد الانتي انفلاماتوري، نزل ديكونجستنت، هتدي اورال كورتيكوسترويدز بيديزول او زايلون الوزن كله 3 مرات في اليوم، يعني الوزن على 3 كل 8 ساعات. ماشي. ندي حاجه للادينويد يعني غالبا اللي هم هتيجي تقول لك الواد ده كان عنده لحميه وبيشتكي منها من زمان ومش عارف ايه، هتدي ماكسيليز غصب عنك تلت الوزن 3 مرات في اليوم قبل الاكل بنص ساعه. ممكن نستخدم الانتي هيستامينيك، ممكن نستخدم حاجات زي الايه زيرتيك والتفاست والكلام ده كله في الحالات دي. نيجي نتابع الحاله بالتمبانوجرام، المفروض بيحصل تحسن بيصل الى 50% بعد 6 اسابيع، بينما التحسن الشفائي الكامل ممكن يوصل الى 6 شهور. ده الكلام في حاله الايه الكرونيك اوتايتس ميديا. كل اللي انت بتقدر تشوفه ريتراكتد درام بتشوفها بالاوتوسكوب. اكيد مفيش هنا طالما كرونيك يبقى غالبا مفيش فيفر او لو جريد فيفر قوي يعني. لوس اوف كون اوف لايت. هتدي هنا كورتيكوسترويدز في الحاله دي، انما في الاكوت ما بديش كورتيكوسترويدز. هنا بدي حاجه للادينويد. الام هتقول لك غالبا الطفل ده عنده ادينويد بقى له فتره، ان اهو بص هنا لما تدخل على الادينويد الدكتور بيقول لك ان الادينويد طبيعي بتكبر من سن 2 لسن 4 سنين. ممكن تعمل اوبستراكشن، لقالك لو حصل قبل العمر ده والادينويد كبرت ممكن تؤدي الى نزل اوبستراكشن، ممكن العيل ده يسفوكيت. الادينوكتومي ممكن تعمل من سن 5 شهور، بس نسبة الريكارنس عالية. المهم العلاج في الادينويد 3 حاجات: بدي انالجيزيك انتي انفلاماتوري بروفين واخواته قبل 6 شهور بدي ستال طبعا، بدي حاجة ماكسيليز قبل الاكل بنص ساعة تلت الوزن، بستخدم نيزل ديكونجستنت، فيزيومير، اوتريفين، اي حاجة من الحاجات دي. ماشي. نيجي بقى لعم الناس البرونكايتس العيان بيشتكي من فيفر، طبعا في فيفر، في كف، وفوميتنج، ممكن يكون فوميت ريليتد تو كف، يعني الواد يقعد يكح وبعد كده يبدا يرجع بلغم. دي مشهوره قوي انت الام تقول لك ده والله الواد سخن، كان عنده اعراض دور برد ولا حاجه، عنده رشح المناخير وعنده بيكح، وبعد ما بيقعد يكح كتير بيقعد يرجع مره ولا حاجه بعد الكح. ماشي. المهم انت اسمع، تحط لك على الشاشه اسمع احط السماعه على الشاشه اسمع هارش فيزيكولار ساوند. لو سمعت الصراحه رونكاي او كريبيتيشنز يبقى انت معلم، يعني يبقى انت حد كويس جدا. هنا برضو احنا كنا بنتكلم من شويه ان انا عندي في البرودكتيف كف انا عندي هيربال وعندي كيميكال. لو انا هدي هيربال ممكن بقى على حسب وزن الطفل، لو هو بعد سنتين ممكن نستخدم البنتاميكس او البرونشيكام، قبل سنتين نستخدم الايفي برونت واخواته او الايفي زاد. ماشي. طبعا الحاله ما اتحسنتش عليها دي حاجه من العيله الاولفنت او البرونكوفنت واخواته. ماشي. دي فيها حاجه، فيها التلاته، فيها ميكوليتيك اكسبكتورانت برونكو دايليتور. طبعا الام هنا هترزيك، هتقول لك يا دكتور الكحه ما بتقفش، اقول لها يا مدام انا ما بديش حاجه توقف الكحه، انا بدي حاجه بس تسهل الكحه. طبعا تقول لك الطفل ما بينامش بالليل، يبقى انت ممكن تدي حاجه بالليل حاجه كف سبريسنت بالليل، وتدي البرودكت، الحاجه اللي بتاعت البرودكت في كف دي الصبح والعصر. المهم لو في حاله نزل الاوبستراكشن هتدي حاجات نزل دروبس، في حراره يدي خفض حراره نون سترويد. ماشي.
تمام. قال لك خلي بالك لو الطفل، هو طبعا احنا بنحب هنا الكونتافيفور والسيتال، ما بنحبش الديكلوفيناك بالذات في حاله البرونكايتس، ولا خصوصا بقى لو الطفل ازمتي، يعني بيزود الاسبازم. طبعا الامن الباراستامول والايه والبروفين. في بقى نوع تاني اسمه الايه الويزي برونكايتس. الويزي برونكايتس هنا هتلاقي إيه السيبيلانت برونكاي هي الاكتر. السيبيلانت اللي هي الشخير كده، يعني سونورواس برونكاي. ماشي. يبقى انا عندي ممكن يكون سونورواس برونكاي ده اللي ايه اللي هي الشبه يعني. في بقى السيبيلانت برونكاي نوع تاني من الرونكاي، لو لقيتها واخده الابر هاند يبقى انت فين؟ في ويزي برونكايتس. هنا يبقى ايه دور مساعد الشعب، وضروري الافضل طبعا هنا تدي فاركولين. يبقى هنا استخدم فاركولين. يبقى اللي فات ده ما استخدمش فاركولين عشان خاطر ايه؟ ان انا حاجات بسيطه. لكن لو لقيت الطفل صدره بيزيق جامد وفي سيبيلانت رونكاي يبقى استخدم ايه؟ فاركولين. ماشي. هنا استخدم في الحاله دي فاركولين جلسات طبعا نقطه لكل كيلو. ماشي. الحاله بيبقى 90% منها سبب فيروسي وسيلف ليميتد. ماشي. المضادات الحيويه ليس لها اي تاثير على الكحه. طبعا الطفل لو همدان تعبان في الحالة دي ممكن استخدم الاموكسيلين كلافيرونيك، والبديل هو ازيثرومايسين. ماشي. الكحة ممكن تقعد لحد اسبوعين، وانا مش هدي حاجة في الكحة، بالعكس انا بدي حاجة تزود الكحة وتطرد البلغم. التهاب الشعب الهوائية اللي المطول ده بقى هتدي برضو ممكن الاعراض كحة مستمرة اللي هو هنا بيقول لك بكتيريا البرونكايتس. هو مش علامات التهاب رئوي واضح، في كحة مستمرة بس، فانت تديله ايه جلسات للكحة سواء كان بالميكورت اتروفين، وطبعا تدي اموكسيلين كلافينونيك. التشنجات الحرارية من الحاجات المهمة ان احنا ممكن انا شفتها كتير. الطفل جاي بيتشنج وشفتها برضو في اطفال 4 شهور و5 شهور 6 شهور. المهم ان انت بيبقى طفل جاي فيفر عالي قوي، ممكن تبقى 39 وشوية. والطفل على فكرة ممكن يتشنج على حرارة يعني ممكن تبقى 38 ونص او 37 ويتشنج، مش لازم 40 41. يعني الحاجات دي مش لازم 40 ونص عشان يتشنج يعني. المهم احنا بنعمل ايه والله على حسب. بقول له طفل اكبر من سنة بدي حقنة ايه ديكلوفين بندي دوكليفين على حسب وزنه. هو الدوكليفين يعني سنتي لكل 20 او سنتي لكل 10 ل15 كيلو. الدوكليفين بيدي سنتي لكل 15 كيلو على حسب بقى. لو الطفل مثلا 10 كيلو فانا ممكن ادي ايه 3/4 سنتي ديكلوفين، واخليهم او ادي ايه اركب كانولا وادي فيها برفلجان سنتي ونص لكل كيلو، ويخليهم يقلعوا الطفل ده ويقعدوه في ميه. طبعا لو الطفل بيتشنج ساعتها بقى ممكن نستخدم الايه النيوريلا امبول، او نستخدم الادويه اللي هي دايزبام. والادويه دي واخواتها ليها قصه يعني. في بقى بيتحل على 10 سنتي وبتدي سنتي من المحلول ده لكل 10 كيلو ريكتال. ليها قصة يعني هنتكلم فيها اللي هي الكونفرجنس في الأطفال. ماشي. نيجي بقى للأورال كانديديزس. هنا بقى يعني دي بتخلي الطفل بقى ايه بيعيط كتير. في حاجات بيضع على التانج جيوغرافيك تانج بورساكلينج. ماشي. طبعا ممكن يكون ايه ده دراي ميلك اصلا على التانج، فانت بتجيب ايه اسباتولا كده وتمسح التانج. لو التانج ده بريسور يعني لو اتشال معاك يبقى ده غالبا ملك. ما تشالش والطفل عيط غالبا انت في كانديديس. هندي ايه؟ يا اما تدي ميكوناز جل دهان 3 مرات في اليوم لمده اسبوع، او تدي الايه النستاتين دروبس كده. ماشي. سابلينجوال نوضع على الطنج نص قطره كل 8 ساعات حسب شده الحاله. ماشي. نيجي بقى للهربيتيك جينجيفوستوماتايتس. ايه هي ألسرز موجودة على فين؟ موجودة على الفم، ممكن توصل لحد التونس. دي هربتك كانت سوالو ايفن ووتر. الطفل مش قادر يبلع في الحالة دي، وانا جات لي كتير الحالة دي. هنا لما بتقول لك والله الطفل بقاله يومين ما بياكلش وما بيشربش وما بيرضعش بسبب قصة اللي ايه قصة القرح اللي في الفم دي مبوظاله الدنيا. فانت ساعتها في الحالة دي هتعمل ايه؟ ساعتها طبعا الطفل هيخش في ديادريش. ماشي. ساعتها بنركب كانولا. ممكن ندي للطفل ده ايه فلويدز يعني. بس طبعا هنا الطفل ما بيرضعش، فانت محتاج تدي ايه سواء كان رينجر وملح، او تدي البيديالايت او البيديامنت، المحاليل اللي هي موجوده في المستشفيات دي. المهم ان احنا بندي للطفل ده ايه لوكال انستيكس. واللوكال انستيكس طبعا يا اما اوراكيول جل
ده قبل الرضاعة ب10 دقايق او قبل الاكل بربع ساعة 10 دقايق. البي بي سي سبراي او الاوريكس سبراي. في حاجات زي تانية زي ساعات البي بي سي مبيبقاش موجود، في حاجة اسمها سولفادول، في حاجة اسمها اوكس فريش اورال سبراي. مش قالك لو انت مش متأكد هي كانديدا ولا هيربس ممكن تدي ايه الميكوبان. ده في الاتنين، ميكوبان اورال جيل ده في الاتنين في انتي فانجل وفي لوكال انتي. طبعا بندي ستالوبروفين ودي انا شفتها كتير بقى. حته السوفراكس في الحاله دي بندي ربع الوزن، السوفراكس 400 ربع الوزن 4 مرات في اليوم، بندي كل 6 ساعات لمده اسبوع. بندي ربع الوزن 4 مرات في اليوم لمده اسبوع. ماشي. الانتي بايوتيك لو طبعا ساكن انفكشن ممكن تدي انتي بايوتيك، ولكن الحل ده مشهور قوي جدا في الاطفال. خلي بالك بس ان لو الطفل ما بيرضع عشان ما بياكلش ورافض الرضاعه حتى مع استخدام البي بي سي، ساعتها هتركب كانولا وتعلق الطفل ده فلويدز عشان ما يخشش في دي هايدريشن. التشيكن بوكس برضو من الحاجات اللي بيدي فيها زوفراكس. بابلو دي مشهوره قوي بقى ان هي بابلو فيزيكولار راش. انت بتلاقي راش على العيل ده، راش ماليه جسمه، بتبقى فيها ايه راش دي بابيولز وفيزيكلز. طبعا ايه الفيزيكلز دي بتبقى هنا يعني تتميز التشيكن بوكس ان هي بتلاقي ايه في اختلاف. يعني ايه في اختلاف؟ يعني مش كله في نفس الستيج. يعني انت هتلاقي شويه بابيولز شويه فيزيكلز شويه فرقعوا اصلا وعملوا السريشن وعملوا كراست، فانت بتلاقي ايه ميكسد كده. غير مثلا حالات تانية في الجلديه كنا بنلاقي ايه ان هم كلهم بيكونوا مونومورفيك. لا هنا مش مونومورفيك، هنا مش مونومورفيك بقى في التشيكن بوكس مش مونومورفيك. انت بتلاقي ايه شويه اصلا عاملين سابيوريشن شويه فيزيكال شويه بفيولز. ساعتها بقى انت بتدي حاجه كلاماين لوجن، دي اهم حاجه اديها للجسم كله. بتدي سوفراكس 400 ربع الوزن كل 6 ساعات. بندي حاجه عشان الهرش بيبقى شديد جدا في التشيكن بوكس. طبعا بندي انتي هيستامينيك وتخلي الام ان هي ايه تخلي بالها ان المرض ده معدي وان هو يكون ليه لبس مخصوص ويكون ليه طبعا عشان ايه الكونتاكت هنا مع اطفال تانية هيبدأ يحصل سبريدنج الانفكشن. نيجي للسكارلت فيفر. السكارلت فيفر مشهورة قوي بس انا صراحة يمكن ما شفتهاش الا مرة او مرتين. السكارلت فيفر انت بتلاقي برضو الطفل ده ممكن يكون عنده راش، في راش ظهرت في جسمه. بص على السكارلت فيفر عبارة عن ايه اصلا. هو عبارة عن ستريبتوكوكاي حصل سبريدنج للتوكسينز. فانت بتبص على العيل ده بتلاقي فيفر وفيفر عاليه. تاني حاجه بتلاقي ايه ساند بيبر راش. ساند بيبر راش دي ماليه الجسم كله. ماشي. بتبص على التانج بتلاقي ستروبري تانج. وهنا الستروبري تانج خلي بالك ان هو ايه يعني ايه مع الاتنين، مع السكارلت فيفر ومع الكوازاكي، مع سكارلت فيفر ومع الكوازاكي. ولكن الكوازاكي ليها قصه هنتكلم فيها بعدين. ولكن انت هتلاقي فيفر انوركسيا هيديك ماليز في العيان عنده قصور ثروت وتونسلز عالي. ممكن تلاقي ايه بص على او اكسديت على التونسلز. تمام. بص على التنج هتلاقيه وايت ستروبري تنج، بعد كده بيقلب بيه ريد ستروبري تنج، والاتنين موجودين صور على النت. بتلاقي في راش ظهرت ماشي على اليوم التاني من الحرارة، بتبدأ في الأكزيلا والرقبة وبتمتد إلى الفيس والترنك. ماشي. وطبعا بتشمل الاكستريمز، ولكن هي بتبدا من الاكزيلا والنك وتطلع فوق وتنزل تحت على الوش طبعا بتعمل سيركمولار بالور. المهم يعني تدي العلاج ده والله العيل لو اديته بس انتي بايوتيك سواء كان اموكسيلين كلافيونيك او ازيثرومايسين الطفل اللي بيتحسن. ولكن خلينا يبقى انا عندي فيفر ومن اسمها كده سكارلت فيفر. سكارلت دي بتلاقي ساند بيبر راش ماشي. بتلاقي ستروبري تانج، بتلاقي في الفارنكس بتاعه او الاورال كافيتي بتاعه فيه مشكله سواء كان تونسز او عنيفه. بتلاقي ستروبري تانج بعد كده ريد تانج، بتلاقي فيه راش. انتي بيوتيك هنا بيحل الدنيا جدا. حته الاستروبري تانج مشهوره مع الكوازاكي. حته الراش برضو بتيجي مع الكوازاكي. فانت الكوازاكي في كذا في بايلاترال كونجنكتيفايتس، في ستروبري تانج، في اللبس بتبقى فيشرد وفيها دراي كده. بتلاقي برضو في ليمف نودز خصوصا سيرفايكال ليمف نودز، بتلاقي في راش، بتلاقي في اديمه في اللور ليمب، بتلاقي في حاجات يعني في اللور ليمب زي اديمه، او بتلاقي حتى ديسكوميشن للجلد. دي كده الكرايتيريا بتاعت الايه الكوازاكي. والكوازاكي طبعا بيحتاج ادميشن. الكوازاكي برضو من ضمن الكرايتيريا في فيفر عاليه في الكوازاكي، وهنا زي سكارلت فيفر. ماشي مش لازم تفرقوا من بعض طبعا. الاكزيما طبعا لو شفت اي عيل عنده اكزيما انت ممكن يجيلك عيل هرش بس شديد وفي راش في جسمه ومفيش فيفر ومفيش اي حاجه تاني. ساعتها هندي ايه حاجات اللي هي الهيدروكورتيزون كريم
طبعا البيتاميثازون نوت يوزد ان ذا فيس لانه بيسمر وبيضعف الجلد وليه مشاكل، فاحنا بنستخدم الهيدروكورتيزون. الهيدروكورتيزون حلو جدا، حلو جدا. طبعا انت بتدي توبيكال كورتيكوسترويدز وبتدي حاجات انتي هيستامينيك، ده اكزيما. يبقى انا في الاكزيما انا بستخدم كورتيكوسترويدز بس، ممكن استخدم انتي هيستامينيك عشان الهرش، وسوسنج ايجنت زي الكلامين لوجين، او استخدم حاجه اسمها الديرموكالون كريم. تمام. نيجي للجيرد او الجورد في الانفانت. طبعا ايه الشكوى الاكثر شهره في الاطفال؟ الام بتجيلك يا دكتور الواد بيرجع كل حاجه، انت مش طالع له محلول، انت مش عارف ايه. انا كل ما اديله حاجه تقول لها يا امي ده شقط عادي، بعد تقول لك لا ده ترجيع. طب انت عارف الفرق بين الشقط والترجيع؟ المهم يعني في البدايه في شويه تعريفات مهمه. نقرا الجاستروفيجيك، ان الطفل بيرجع الجاستريك كونتنت بعد ما تكون في المعده للاسوفيجاس. ماشي، موجود بنسبه 40% في الاطفال، يعتبر شيء طبيعي، بيتحسن من عند 6 شهور. ماشي، بيبدا غالبا في السن الاقل من 8 اسابيع، ممكن توصل ل6 مرات او اكتر، ولكن مش الاغلب. النوع ده مش محتاج علاج، انت بتطمن الام، تتابع الوزن. لا، بالنسبه لي الوزن اهم حاجه، ويتبع الوزن. تمام. انت بترضعي الطفل ده اكتر من اللازم، انت بترضعي الطفل ده وهو نايم، انت يعني ايه بعد الرضاعه ما بتقعديش العيل. المهم يعني ايه children's. اقول لك هنا ايه ان children in the presence of troublesome او symptoms او complications such as esophagitis او pulmonary aspiration arising from جوه. ده بقى اللي ممكن لو حصل مشكله من الجرد ده، الطفل مش مرتاح، في وجع، الطفل بيعيط كتير، الطفل حصل له esophagitis، الطفل ايه في pulmonary، دخل في pulmonary aspiration، ساعتها ده بقى اللي محتاج علاج. ماشي. يبقى فرق عن النوع اللي فات ان هنا الطفل اللي بيبقى مصاحب باعراض زي ايه هنا الفليترنج جروث، ان الواد وزنه بيقل، او وزنه مش تبع الايه يعني مش المناسب بالنسبه له، يعني الفيدنج ديفيكالتس، او الواد باك ارشنج. ماشي. وده برضو وبرضه ممكن نقول ان في مجموعه اكثر عرضه ان هي تصاب بالجلد. المجموعه دي ان الطفل اللي هو الايه البريماتيور بيرث ده اكتر عرضه، الطفل اللي عنده هيتس هيرنيا، الطفل اللي ايه الام والاب عندهم هيستوري اوف هارت بيرن او اسيد ريجرجيتيشن. ماشي. او الطفل طبعا نيورو ديسابيليتي، دول هاي سسبشن اوف جيرد. المهم ان في فرق بين الريجرجيتيشن، الارتجاع، والريجرجيتيشن اللي هو الشقط يعني، غير الجرد في حاجه، دي حاجه ودي حاجه. يبقى انت لو بتجيب العيل زي ما قلنا في حاجه طبيعي. الطبيعي ان الطفل بيقول لك عند 6 شهور، عند 6 اسابيع ل8 اسابيع، ده بيبدا طبيعي، ممكن يوصل ل6 مرات في اليوم. طفل وزنه كويس، الطفل ما فيش فيه اي باك بتاع ده فيدنج ديفيكالتس، الطفل الوزن بتاعه كويس، بتطمن الام ما فيش اي حاجه. لقيت الطفل لا ده في شويه اطفال كده عرضه للجرد، واد وزنه قليل، واد ما بفيدنج ديفيكالتس، بدا بيرفض الاكل او في مشكله، ساعتها ده اللي احنا بنسميه جرد. تمام. ماشي. انما انا عندي الريجرجيتيشن ده فولانتري وانفولانتري موفمنت اوف بارت او شويه حاجات من الاستومك يعني. ماشي. وده بيبدا من ذات اوفن ايمرجنج، بتخرج من الماوس اقل من سنه. الريجرجيتيشن يعتبر نورمال، الشقط يعتبر نورمال، انما الارتجاع مش نورمال. ماشي. ودي اول خطوه اللي تعمل مع الاطفال اللي شاكين ان عندهم ارتجاع. تعمل له ايه؟ بتشقط له بعد الاكل يعني. ماشي. خطوه تانية في الاطفال دي لازم نشوف حل في اعراض خطوره لاي طفل، حاجه اسمها ريد فلاكس. ماشي. شوف الريد فلاكس. اول حاجه اللي هي frequent or forcible vomiting في اول اسبوعين، او بيقول لك كمان بعد اسبوعين بيبدا يظهر، ولكن ممكن يوصل ل2 لشهرين. في الحاله دي لو انت الطفل فورسبل وفريكوينت وبيوصل، وطبعا دايليتد ستومك وبتاع، ساعتها انت بتتكلم في بايلوريك ستينوز، تبدا تشك فيه. لقيت العيل ده عنده بلاد ان ستول، فكر في ديزنتري مثلا، او بكتيريا الجاستروانترايتس، او كاو ميلك الرجي، او حاجه من الحاجات دي. لقيت الطفل عنده بالجنج فونتانيل، فكر فيه. ما طبعا بالجنج فونتانيل الولاد بيرجع بقذيفه، غالبا فكر فيه مننجايتس. فانت لازم تستبعد شويه حاجات الخطر دي. استبعد ان ما يكونش الطفل ده عنده مننجايتس، دي اول حاجه. استبعد ان ما يكونش الطفل في دم في البراز، فتكون انت في جاسترونترايتس. طبعا الجاسترونترايتس بتبدا بفوميتنج، على حسب طبعا انت بكتيريال ولا فايرال، ولكن بتبدا في الموميتنج، وبعد كده بعد فتره ممكن تبدا الدوريه. فانت لو جالك عيله بفوميتنج، ممكن تكون بدايه جاسترو انترايتس.
تمام. اتاكد ان يكون لو في اول شهرين اتاكد ان الطفل ده ما يكونش بايلوريك ستينوزيس. ماشي، نيجي نكمل خطوه. ماشي، ايه الخطوه الثالثه؟ بعد ما فرقنا الحاجات اللي فوق وكمان استبعدنا الاوقات الخطر، لو الطفل بيرضع رضاعه طبيعي بنقيم الرضاعه، لو في حد خلاص يبقى جميل. ماشي، إيه الواد ده اوفر فيد ولا لا؟ هنا ساعتها برضو دي من ضمن الحاجات اللي بيسألها انت بترضعيه كم مره في اليوم؟ فالطفل الام بتقول لك انا بديله طبيعي وبديله صناعي وبرضعه مش عارف 20 مره في اليوم، يبقى انت كده بتدي الطفل ده اكتر من حقه. ماشي ماشي. طبعا بقى اللي انا بتكلم على العلاج بقى بشكل مخصوص، الحاجات اللي احنا بنكتبها الجافسكون ادفانس. طبعا انا كنت متوقع ان في حاجه اسمها، او كان الايجي دوس كان كاتب ان في حاجه اسمها ايه شرب الانتودين شرب، بس ايه الصيدليات الصليبيه قالت لي مفيش انتودين شرب. طبعا ايه الجافسكون هنا بنديه 2 سنتي لكل 8 ساعات. الجاستريج والموتينورم بيستخدموا. ماشي، ربع الوزن ايه 4 مرات قبل الرضاعه. ماشي، ربع الوزن ايه الجاستريج او الموتينورم. مفيش تحسن بنبدا ندي النيكسيوم بقى، وهنا النيكسيوم 10 مللي جرام. ماشي، بياخد الجرعه دي بالليل. ماشي، وهنا دي طبعا ايه بنجربه من 4 ل6 اسابيع، لو في تحسن بنكمل ونقف على فترات ونشوف الطفل لسه محتاجه ولا لا. ده النيكسيوم. بنجيب النيكسيوم 10 مللي جرام، فور يتحل مثلا على 10 سنتي ميه. ماشي، وياخد الطفل سنتي لكل كيلو. ماشي، يعني مثلا لو الطفل جالك 10 كيلو، فهو 10 كيلو هو محتاج ايه؟ محتاج الفوار كله. ماشي، نكتب النكسيوم 10. لو الطفل، انا بدي الكافيسيكون 2 سم كل 8 ساعات، بدي معاهم موتينور، وبدي معاهم ايه لو الحاله ما اتحسنتش بدي النكسيوم 10 1 سم لكل كيلو. ماشي، بنعمل تجربه 4 ل 6 اسابيع الطفل يتحسن. تمام. فانا اتكلمت في الرضاعه، اتكلمت الام ده ترفعه بعد ما ترضعه ترفعه كده وتخليه قاعد، ما تخلوش ينام. اتكلمنا في الاوفر فيدنج، اتكلمنا في الوزن، اتكلمنا احنا نستبعد الريد فلاكس والحاجات الخطر. لو الطفل مش بيستجيب برضو كويس، يا اما تراجع الهيستوري، يا اما تبعته لحد اطفال جاسترونترايتس. ماشي ماشي. لو الطفل بيرضع صناعي نفس الحاجات اللي فوق بالظبط، بس ولكن ايه جيب سمولر فيد اند مور فريكوينت. ماشي، يعني كل 4 ساعات اخلي كل ساعتين مع تثبيت الكميه الكليه لليوم اللي هي 150 مللي لكل كيلو. يعني مثلا احنا المفروض بنقول رضاعة مثلا كل 4 ساعات، لا تخليها ايه كل ساعتين، ولكن تقلل الكمية. ماشي، الكمية الكلية ممكن نستخدم انتي ريفلاكس فورمولا في اللي هو الانتي ريجيرج الاي ار، في البيبيلاك اي ار، في كذا حاجة يعني. المهم الاي ار ده انتي ريجيرج. ماشي ماشي. ايه الانفانتايل كوليكس؟ دي مشهورة جدا، مشهورة جدا في الأطفال. دينتينوكس. طبعا الدينتينوكس أكتر حاجة بتستخدم، ده نقط تاخد 2.5 سنتي لكل 6 ساعات. أو بديله طبعا السيمسيكون مشهور قوي. في برضه السانسو بيبي، في اللي هو النانو ووتر أو الجريب ووتر 5 سنتي كل 6 ساعات. أنا بستخدم كومباينيشن من الاتنين، سواء كان بدي دينتينوكس معاهم ايه الجريب ووتر أو نانو ووتر. ماشي. طبعا ايه لو الطفل ده بيرضع صناعي بيتغير له نوع اللبن لايه هيرو بيبي دايجست. تأكد ان وضع الرضاعة صح وتخفيف اللبن صح. اللبن بيتخيل من مكيال لكل 30 لكل 30 مكيال لكل 30. والتكريع انه بيرضع المرة كاملة من جانب واحد عشان ما يحصلش. تأكد ان وضع الرضاعة صح وتخفيف اللبن صح، مكيال لكل 30. والتكريع يعني بيرضع المرة كاملة من جانب واحد عشان ما يحصلش فولي ميلك هايند ميلك امبالانس. ايه الفوري ميلك هايند ميلك امبالانس ده؟ في بعض الامهات بتدي نوعين يعني ولا ايه؟ فوري ميلك هايند ميلك امبالانس. ايه المهم قال لك الفور ميلك ده شويه اللي بينزلوا في اول الرضعه، الهايند ميلك ده شويه اللي بينزلوا في اخر الرضعه. الشويه الاولانيين بيبقى فيهم لاكتوز اكتر من الشويه اللي في الاخر. فلو الطفل رضع الفور ميلك بس فهو خد كميه لاكتوز اكتر من الطبيعي. تمام. فطبعا بقول لك اتاكد ان الطفل بياخد الرضعه كلها كامله من جانب واحد عشان ما يحصلش ايه امبالانس بين الفور ميلك والهايند ميلك. طبعا لو بيرضع صناعي اتاكد ان التخفيف الصح مكان لكل 30. تمام تمام. طبعا بقى في كلام ان احنا بنضيف اللاكتوز انزيم. اللاكتوز انزيم في حاله الانفصال كوليك لو الحاله السيفير والطفل مش بيتحسن ممكن نضيف اللاكتوز زي الايزي كول دروبس. مش هتفيد قوي الا لو كان الطفل عنده لاكتوز انتولرانس. في حالات برضو تاني بنضيف لاكتوز انتولرانس لاكتوز انزيم في حاله ان الطفل عنده بالذات بتاع ده نابكن ديرماتيتس
وما بتتحسنش شديدة قوي. ساعات بيقول لك ان هي ممكن يكون سببها لاكتوز انتولرانس. ساعات الحالة دي بنوقف الرضاعة الطبيعي وبندي صناعي حاجة لاكتوز فري، او بندي الانزيم اللي هو الايزي كول دروبس دي. ماشي. قال لك في حالات برضو السيمسيكون بندي حاجه اسمها الايه الانتروجيرمينا او الهيرو برو دروبس. الاتنين دول فيهم ايه بروبايوتكس كده، فيهم اللاكتوباسيلس. بتدي ايه، يا اما تدي امبول بالفم اللي هو الانتروجيرمينا امبول، تدي امبول بالفم كل يوم لمده اسبوعين، بعد كده كل 3 ايام لحد ما يبقى 4 شهور، او بتدي الهيرو برو نص قطره كل 12 ساعه. ماشي ده كده الايه. يبقى الايزي كول دروبس ممكن تزودها لو الطفل في حاله الانفانتايل كوليك مش بتحسن معاك، او ممكن تدي بروبايوتيك برضو في حاله الانفانتايل كوليك. لو الطفل بيرضع صناعي هغير اللبن لايه، لهيرو بيبي دايجست. هيرو بيبي دايجست دي حته دي مهمه، الهيرو بيبي دايجست. ماشي. واكلم الام في موضوع الرضاعه. جات لنا كذا حاله ان الطفل جاي بيعيط عياط غير طبيعي، صاحي من النوم على عياط وصريخ وبطنه ديستندد، بس مفيش طبعا هيرنيا بالفحص بالاكزامينيشن، مفيش فايفر، مفيش اي اعراض تانية، شيست فري، كل حاجه فري، والطفل بيعيط. مسافه كده بتعمل له انت مساج للبطن كده بيبدا ايه يعمل ستول، يبدا ايه يرتاح. بتكون ايه كوليكس او بتكون ايه. مش نيجي ليه الاكيوت جاسترو انترايتس. الاكيوت جاسترو انترايتس طبعا احنا الحاله دي بتجيلنا الواد بيرجع، الواد عنده اسهال، الواد ممكن يكون فيه دي هايدريشن دلوقتي. طفل كويس وبيلعب مفيش جفاف، يبقى احنا جفاف اقل من 5%. في اطفال بتجيلك مقريفه وعطشانه، جفاف ده من 5-9%. في طفل جاي بقى دايخ مش قادر يتحرك، يبقى احنا كده دخلنا في جفاف شديد اكتر من 10%. طبعا سانكين اي، دراي ماوس، اوليجوريك، كبده ريفيلنج تايم بتلاقيه متأخر، تضغط على سن 5 الكلام ده كله بالاكزامينيشن، تاخد السكين بنش كده وتشوف هيرجع بسرعة ولا لأ. طبعا ببص على الضغط، لو الضغط واطي يبقى الطفل ده دخل في دي كومبنسيتد ايه شوك، ودي مشكلة كبيرة جدا. المهم تفحص العين من فوق لتحت. طبعا لو هلا خاصة لو تحت سنة، لأن نفس الأعراض بتاعت النزلة المعوية أعراض السبسز. الحتة دي مهمة جدا، هي نفس أعراض السبسز، الحتة دي مهمة جدا. يعني لو جالك طفل تعبان همدان وحرارة عالية وضغط واطي، انت فكر في سبسز. طب الطفل معاه، انا كده بتكلم في سبسز، طفل دايخ تعبان همدان، طبعا السبسز ليه كرايتيريا. طبعا في تشابه بين الاعراض بين الديهايدريشن وبين السبسز. السبب في الديهايدريشن الطفل فقد سوائل ترجيع واسهال، انما هنا في السبسز الطفل عنده عدوى سورس اوف انفكشن وحصل عليه انفلاماتوري ريسبونس. البدايه في الديهايدريشن غالبا تدريجيا، الطفل فضل يرجع مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، بعد كده دخل في الاعراض اللي انت شايفها، انما السبسز دي فجائيه او سريعه. هي الحراره في الديهايدريشن والله لو هي فيرال جاسترونترايتس غالبا مفيش حراره قوي، لكن لو بكتيريا ممكن تلاقي حراره. سبسس طبعا هتلاقي يا اما حراره مرتفعه قوي يا اما منخفضه قوي. المهم الاستجابه للسوائل لما تدي الطفل ده فلويدز يتحسن، غالبا ده كان ديهايدريشن. انما سبسس هيتحسن بس مش هيتحسن كليا. ماشي. انما هنا بص في الحته الاخيره دي مهمه قوي، يقول لك ايه في الديهايدريشن بيتر ذان لوكس. ماشي. الحاله العامه هو يعتبر كويس، انما السبسس لا، ورس ذان لوكس، اسوء مما يبدو عليه. بالهيستوري طبعا بتفرق، طفل عنده ديهايدريشن ده تلاقي معاه اسهال غل شرب بس مفيش توكسيك لوك. ماشي. انما السبسس لا، ده طفل حراره عاليه شديده قوي، رفض رضاعه، خمول، هيستوري اوف انفكشن سواء كان يو تي اي، سيبسس، نمونيا. ماشي. يعني انا كان جاي لنا عيل يعني كانت شيست انفكشن، لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، كان تقريبا نمونيا، وكان برضو ايه كان في ديهايدريشن، كان في الاتنين يعني. ممكن تكون سيبس. مهم يعني بالاكزامينيشن الديهايدريشن برضه بتلاقي دراي ماوس، سانكين اي، الواد بيتحسن بعد بولس من فلويدز، بتلاقي ايه التاكي كارديا اتحسنت شويه. ماشي. نيجي لعلامات ترجح السبسس، ان انت بتلاقي بقى ايه هايبوتنشن، بس دي ليت ساين ايه، لان الطفل بيفضل ماسك ضغط في الاول كتير جدا في حالة السبسس.
ماشي. ممكن تلاقي بتيجي بربرة altered mental state، السكين موتلد وبارد. يعني كنت بشوف كان في دكتور أطفال كان قايل لي معلومة مش عارف، مش هتفيد هنا أوي يعني. الهارت ريت في السبسس بيكون عالي قوي وديسبروبورشنيت تو فيفر، ديسبروبورشنيت تو فيفر، تلاقي حرارة عالية قوي. ماشي، فانت كده في سبسس. البلاد بريشر ممكن يكون طبيعي في الاول او متاخر، طبعا في الدايركشن بيبقى عالي شويه. الريسبيراتوري ريت في السبسس ده عالي قوي، الحراره اتكلمنا فيها. بس انخفاض الضغط في الطفل اللي يساوي سيبتيك شوك، يساوي سيبتيك شوك حتى ما يثبت العكس. لو الطفل ضغطه واقع فانت كده في سبسس. ماشي. دي هيدريشن الوايت بلاد سيلز بتلاقيها نورمال، السبسس ممكن تكون مرتفعه قوي او واطيه قوي. الاي بي جي طبعا لو في السبسس هتلاقي لاكتيك اسيدوز، لاكتيك اسيد بيعلى، يعني حتى بنطلب لاكتيت في العينين. طبعا في الميتابوليك اسيدوز لو في الديهايدريشن لو الخفيفه في الاخر خالص بتلاقي ايه، لو الطفل ما اتعوضش كويس يعني بيخش في ميتابوليك اسيدوز. السبسس بتلاقي فيها اوليجوري. ماشي. لو الطفل اتحسن غالبا ده كان ديهايدريشن، ما اتحسنش يبقى احنا في ايه، في سيبسس. او لو الضغط وقع يبقى احنا في سيبتيك شوك. ماشي. في ريد فلاجز بيقول لك ايه هي سيبسس انتل بروفن اذروايز. لو الطفل altered mental state، بول فيدنج، كولد شوك، موتلد في السكين، في بتيجي persistent tachycardia after fluids. بيقول لك الديهايدريشن improves with fluid. السيبسس don't forgive the day. ماشي. تري السيبسس هنا بيدي انتي بايوتيك. وشفت الصراحه وانا كنت بستغرب يعني، اديني فهمتها معاكم دلوقتي، ان كان في حالات باقي الدكتور كاتب فلويدز وكاتب في نفس الوقت ايه انتي بايوتيك اي في. فانا كنت بستغرب يعني انت مدي انتي بايوتيك بالشده دي ليه بالظبط؟ فممكن يكون كان الحالات دي كانت سيبسز والدكتور عشان كده كان كاتب اي في انتي بايوتكس يعني. المهم هنا بيقول لك الضغط الواطي يبقى الواد ده دخل في دي كومبنسيتد الشوك، ودي مشكله كبيره جدا. مش غالبا الطفل ده محتاج عناية بقى. ماشي. الاعراض بتاعت النزله المعويه هي اعراض السبسس. ماشي. مش عارفه يعني ازاي ايه نسسبكت ان الحاله دي تبقى سبسس. المهم لو في ترجيع حد دانست بيتاخد سنتي يكون 13 كيلو. ماشي. ماشي. هل الطفل محتاج حجز؟ لو جفاف شديد امتى اقول ان الطفل ده محتاج يتحجز؟ طبعا جفاف شديد، لو الطفل حتى 10% دايخ مدروخ مش عارف ايه، مش قادر يبلع مش عارف الكلام ده كله. لو الطفل في شق طبعا ضغطه واقع، لو مش قادر ياخد محل جفاف بالفم. ولو الطفل اقل من 6 شهور كنا بنقول لو الطفل 3 شهور وفي حراره يبقى الطفل ده سيبسيس انتل بروفن اثروايز. ماشي. دي الحالات اللي انت بتتكلم فيها ان الطفل محتاج حجز، جفاف شديد، في شوك، في مش قادر حتى ياخد محلول جفاف بالفم، او اقل من 6 شهور. طبعا انا شفت بره بيتاخد محلول جفاف كل 12 ساعة، بيتاخد بتاع ده انتي بايوتيك اي في كل 12 ساعة، بيتاخد ساعات مش عارف فوكسيم والسيفتراكزون كل 12 ساعة. بيتاخد برضو ايه تاني، ادوية زي الاوندامنت اللي هو الدانسيت يعني، مع ادوية الاسهال، نانازوكسايد واخواته، والزنك واللاكتيول فورت ايه تاني بيتاخد برضو. طبعا بعد اللي بتحسن الطفل بنبدأ نمشي على سوبراكس ونوقف المضاد الحيوي اللي هو الحقنية. المهم يعني لو الجفاف أقل من 5%، هنا بيتكلم على ازاي نصلحه باللي هو رئيس. ازاي نصلح باللي هو رئيس؟ بدي دنسة الأول، بعد نص ساعة بدي محلول لو هو جفاف أقل من 5%. ماشي. يعني أقل من 5% يعني الطفل لسه بيلعب وبتاع وقادر يشرب والكلام ده كله. بخلي الأم تحل 2 كيلو. لو هو الطفل 10 كيلو بدي 50 مللي لكل 10 كيلو على 4 ساعات. فأنا بجيب ايه الواد 10 كيلو فانا محتاج 500 مللي. ما هو لو بدي 50 لكل كيلو، فانا طفل 10 كيلو فانا محتاج 500. طب ال 500 دول اجيبهم ازاي؟ بحل 2.5 كيس على 500، بياخد 5 سنتي كل 3 دقايق. ماشي. ده طفل بيشرب وزي الفل ومفيش ترجيع، يبدأ يروح البيت بياخدهم على مقدار 4 ساعات اللي هو ال 500 مللي دول. كده انا صلحت جفاف 5%. طب انا عايزك اصلح جفاف 6 ل 9%. لا، هنا 9% انا هعلى شويه، بدل 50 هدي 75 لكل كيلو. طفل 10 كيلو هياخد 750 سنتي. طب ال 750 سنتي ده بس ما يروحش الا لما ياخد 4 ساعات كمان، نتابعه فيهم ونعوضه عن كل مرة اسهال او ترجيع ب5 مللي لكل كيلو. برضو بيصلح على 4 ساعات اكيد. هتحل بقى ايه؟ مش عارف، هتحل 3 كده بتاع ده
احنا هنا ال2.5 كيس كنا بنحلهم على 500، فاحنا ممكن ايه والكيس بيتحل على 200، فاحنا هندي ايه 3 اكياس ونص كده يتحلوا على 750 مللي ويتاخدوا ايه برضو على مدار 4 ساعات، معلقة ولا معلقتين كل 5 دقايق. وبرضو ايه بعد 4 ساعات تبدأ تقيم الطفل ده تاني وتشوف وضعه ايه. لو الجفاف اكتر من 10% ده محتاج يتحجز، بيتركب كانولا، بياخد حاجة الأول شوك سيرابي 20 مللي جرام لكل كيلو، بعد كده بياخد مينتنانس. ده كيف اللي هو الايه الأكتر من 10. الأكتر من 10 ده الأول بياخد ايه بيركب كانولا اهو، وبنسحب له طبعا تحاليل، بنسحب له صوديوم وبوتاسيوم. ماشي. وهنا الصوديوم والبوتاسيوم بيبان فيها الديهايدريشن، ليه بنسحب فيها؟ عشان التحليل هنا بيبين الديهايدريشن. ماشي. بياخد شيك سرب الاول 20 مللي جرام لكل كيلو، بعد كده مينتنانس 10 مللي جرام لكل كيلو على مدار اليوم. ماشي. يعني بياخد الاول شوك سيرابي، بعد كده بياخد مينتنانس. طبعا اللي هيروح البيت هياخد او ار اس. طبعا اللي احنا بندي البيديالايت، البيديالايت كده بندي مش عارف 30 سم او 35 سم بعد كل اسهال او ترجيع على حسب وزن العيل. ماشي. بندي النانازوكسايد، والنانازوكسايد برضو ايه ليه جرعه 6 شهور لسنه 2.5 سم كل 12 ساعه، من سنه ل4 سنين 5 سم، اكتر من 4 سنين ندي 10 سم لكل 12 ساعه. مش ممكن ندي انتينال مكانه لو الحاله ايه الماديه ضعيفه. طبعا اكياس الهيدراسيك دي الهيدراسيك بتاعت الاسهال، هيدراسيك بتاعت الاسهال في الحالات الشديده، هيدراسيك في الاسهال الشديد بندي الهيدراسيك كيس على 10 سم كل 12 ساعه، تمام، لمده 3 أو 5 ايام. في تركيزين، في تركيز 10 وفي تركيز 30. 10 لو أقل من 3 سنين، وتركيز 30 لو أكبر من 3 سنوات. دي كاس الهيدراسيك. ممكن تدي اللاكتيول فورت في الحالة دي، وممكن تدي الزنك برضو، الزنك أوريجين أو السلفو زنك، في منه 10 وفي 20 برضو ايه لمدة 10 أيام. ده كده الزنك. انما الهيدراسيك دي احنا بندي في الأول نانازوكسايد، نحسن على نانازوكسايد والدنيا تمام ماشي خلاص. لسه في اسهال ممكن ندي انتينال. الحاله الشديده قوي ممكن ندي بداله الايه الهيدراسيك كيس يتحل 10 سم كل 12 ساعه. الناس بتدي سوبراكس، بتدي سوبراكس. السوبراكس هنا 4/10 من الوزن كنا لسه قايلين، او سبتازول لو الطفل، بشرط ما يكونش الطفل عنده انيميا الفول. طبعا هنا في الانديكيشن للانتي بيوتيك هنا لو الطفل عنده اسهال دموي او نقاط او حراره عاليه فوق 39. ماشي. قالك لو لقيت برضه في باص سيلز في تحليل البراز او هاي سي ار بي او اسهال اكتر من 15 مره في اليوم يعني. الهيموليتيك يوريميك سندروم. ايه الهيموليتيك يوريميك سندروم ده مش بيحصل بسبب المرض الحيوي زي ما بتعود، ولكن المرض الحيوي بيزود الموضوع فقط. في بتقف المرض الحيوي بتحول الحالة فورا للمستشفى. عاد شاكك فيه صدن الصبغ في دائرية. دي الهيموليتيك يوريميك سندروم. بتلاقي الطفل اوليجوريك بالور بافنس اوف الايليد. ده هيموليتيك يوريميك سندروم. الواد بدأ هو من اسمه كده هو يوريميك، فمعنى كده ان الطفل ده بدأ مفيش بول. فأول معلومة هنا ان هو الطفل اوليجوريك او انيوريك. تاني حاجة ان هيموليتيك بدأ يحصل هيموليسيس. هنشوف دلوقتي الهيموليسيس ده بدأ يزيد في صورتي. هو مش بيحصل بسبب المضاد الحيوي، ولكن المضاد الحيوي بيزود الموضوع. ماشي. تلاقي الطفل طبعا بافنس ليه؟ لانه ممكن يكون ايه في بروتين بينزل في البول ولا حاجه. ماشي. ده الهيموليتيك يوريميك سندروم. وساعتها انت الطفل ده هتحوله مستشفى. الطفل ده هيتحول للمستشفى. ماشي. بتحول الحاله فورا للمستشفى لو حصل معاك كده بعد جاسترونتايتس ولا حاجه. ماشي. برضه هندي موتينورم لو في ترجيع ربع الوزن كل 8 ساعات لو ترجيع بسيط. ماشي. طبعا لو ما بيتحسنش عليها محتاج حجز محلول وريد. السلفوزينك لسه كنت بقول اهو بيهلب ان احنا نرجع الانتستينال فيلاي لو الطفل مش بيتقبل طعمه. في حاجات في بروبايوتكس بيستخدم اللي هي الايه اللاكتيول فورتي او الايه البوفيكس 6. لو الطفل عنده مغص ادي ايه فيسرالجين. لو الطفل عنده حراره ديسيتال. وهنا في الحاله دي مهمه جدا جدا جدا، لو الطفل عنده دي هيدريشن وفي حراره عاليه وحد بسم ما شاء الله ادى دولفين، الله اكبر كده، احنا بنقول لك كده مع السلامه. انت بتديها ديهايدريشن اولا بتديها نون سترويد الانتي انفلاماتوري. في الحاله دي يفضل انت في حاله الحراره تدي ايه تدي سيتال. ماشي. الا لو الطفل انت صلحت له الديهايدريشن الحمد لله مفيش ديهايدريشن، ممكن تدي ساعتها بروفين يعني او كونتافيف. بروبيوتيك او لسه بنقول فيها اللاكتيول فورتي، ده كيس على 10 سم ميه، او تدي بداله الايه الانتروجيرمينا كل اورال امبول لمده 12 ساعه. وكفانا الله واياكم لحد النهارده كده يعني. ده كده اهم حاجه تذاكر طبعا الايه الجاسترونترايتس، تعرف ازاي تفرق بينها وبين السبسس. طبعا تعرف تحدد درجه الجفاف
لو اكتر من 10 سنتي الطفل محتاج فلويدز اي في. هتعرف تصلح ازاي لو الطفل جاي من 6 ل9 هتديله 45 سنتي لكل كيلو. تصلح الديفيسيت، الادويه بتاعت الجاسترونترايتس، الهيموليتيك يوريميك سندروم، امتى توصف انتي بايوتيك في حاله السسبكت ان هي بكتيريا جاسترونترايتس. بس وهنكمل ان شاء الله في فيديو جاي.